اللي في الصورة هذه البنت هي التي تحركت علشانها منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، وقضيتها أثرت في العالم كله لدرجة أنه انعمل من قصتها واحد من أشهر أفلام نتفليكس الوثائقية. في قاعة المحكمة سألها القاضي: ليه عملتي كذا؟ ردت عليه وقالت له: دفاعا عن شرفي. فقال لها القاضي: بس هذا مش مبرر علشان ترد عليه وتقول له لأنك بلا شرف. حكايتنا تدور لسنة 2007 في إيران، وتحديدا في طهران، مع أسرة مكونة من 4 أفراد: الأب والأم، 2 بنات أكبرهم ريحانة اللي كانت عمرها في الوقت هذا 19 سنة. الأسرة كانت متدينة جدا زي ما رباهم والدهم، كانت ميسورة الحال وعايشة حياة مستقرة. ريحانة كانت شخصية طموحة، متفوقة دائما في دراستها وملتزمة دينيا. كان طموحها أن هي تكون مهندسة حاسوب. بالفعل تخرجت من الثانوية ودخلت جامعة طهران لهندسة الحاسوب، وكان التخصص تبعها هو تصميم الديكور. تخرجت ريحانة من الجامعة وجالها فرصة عمل في شركة كبيرة. كانت من طبيعة شغلها أن هي بتنزل موقع العمل بنفسها، تعاين كل حاجة وترجع مكتبها لتنفيذ التصاميم. وظلت أمور ريحانة مستقرة في شغلها وماشية بشكل طبيعي لحد ما جاءها في يوم من الشركة شخص اسمه الدكتور أحمد. الشخص هذا كان طالب يعمل شوية تصاميم في شقته والعيادة تبعه. لما وصل الشركة كان طالب ريحانة مخصوص، لأن الناس كانت كثير تشكرها وأن هي شاطرة في شغلها وكذا. المهم كان الشخص مصمم أنه تنفذ له التصاميم. قال لها: إحنا الأول هنصلح الشقة، لو عجبتني حنكمل العيادة كمان. بالفعل وافقت ريحانة وحددوا الميعاد اللي هي هتعاين الشقة وتشوف كل التفاصيل. بس ريحانة كانت دائما عندها عادة، وهي أن لو هي رايحة تشوف أي موقع عمل ما فيش أحد من الشركة معاها تأخذ والدتها. جاء اليوم المتفق عليه علشان تشوف الشقة. اتصلت ريحانة بالدكتور أحمد وقالت له إن معاها والدتها وتبي عنوان الشقة علشان تروح تعاينها، لكنها تفاجأت أنه بيعتذر ويأجل الميعاد لوقت ثاني بسبب ظروف خارجة عن إرادته. فقالت له: ما فيش مشكلة، تقدر تتصل بالشركة وتحدد ميعاد ثاني وتبلغني به. الغريب أنه حدد معاها الميعاد الثالث أو 4 مرات، وكل مرة تقول له أن معاها والدتها، يتهرب من الميعاد ويأجله بحجة شكل أو عمل أو مشغول. لحد ما جت في يوم لقيته بيتصل وبيعتذر عن كل المواعيد التي أخلفها، وقال لها أنه منتظرها قدام الشركة ولازم تجي معاه بسرعة لأن الوقت ضيق جدا وهو مضغوط وعنده شغل كثير. ريحانة قالت له: ما فيش مشكلة، بس انتظرني اتصل بوالدتي تجي معانا. فظل يقول لها إن ما فيش وقت ويترجاها لأنه وراها شغل كثير ومش يقدر ينتظر. وقال لها كمان علشان يطمنها إن في مهندس صديقه هيكون معاهم في الشقة، علشان تضطر ريحانة إنها توافق بعد التوتر والضغط والطريقة التي كان بيكلمها بها. نزلت من مكتبها لقيته فعلا في السيارة ومعه المهندس اللي قال لها عليه. ركبت وتحركوا لموقع الشقة، لكن وهم في الطريق فجأة يطلب منهم المهندس صديقه إنه ينزله يجيب حاجة من الصيدلية ويسبقوها على الشقة، وهو حيحصلهم. بالفعل نزل وكملوا. الغريب انه لما وصلوا المكان الشقة لاحظت ريحانة حاجة غريبة. الامن اللي كانوا واقفين قدامها ادوا للدكتور احمد تحية عسكرية. التأمل معاه منهم كان في احترام غير عادي. استغربت من الموقف لكنها ما حطتلوش اي اعتبار. الاغرب لما دخلت الشقة ولقت الديكور تبع الشقة في اعلى مستوى، فسألته: انت ليه تبي تغير الديكور؟ فرد عليها وقال لها: هشرح لك كل حاجة بس نشرب عصير بالأول. بس ريحانة اعتذرت وقالت له: شكرا، أنا هشوف الشقة وهمشي. لكنه كان مصمم إنه مش هيتكلم في أي حاجة غير لما يشرب عصير. وبالفعل غاب دقائق ورجع بكوبين عصير، قدم لها واحدة فيهم وهو مصمم تشربها، لكنها كانت رافضة تماما علشان مع استمرار رفضها. وبعدما زهق منها قال لها إنه شافها مرة صدفة وعجبته وعرف كل حاجة عنها، وكل اللي كان بيعمله كان هذا مجرد مسرحية علشان يجيبها للشقة. وقال لها إن كل مرة كان بيتفق معاها فيها على ميعاد كان بيراقبها، ولما يعرف إن والدتها معاها يغير الميعاد ويعتذر ويصارحها. بعد هذا كله
إنه جابها للشقة لغرض غير شريف. ريحانة لما سمعت الكلام كانت في قمة الخوف والتوتر، حاولت تهرب لكنه منعها بالقوة، هددته إن هي هتنهي حياتها قبل ما يقرب لها، لكنه برضه كان مصمم يعمل اللي هو يبي. وبعد شد وجد وفعليا بدأ الاعتداء عليها. قدرت بطريقة ما تمسك سكينة من المطبخ وتضربه في كتفه بها، وعلى الرغم من أنها طعنة واحدة إلا أنه مات بسببها. من خوفها وتوترها حطت السكينة في الشنطة تبعها وجرت برا الشقة، وأول ما فتحت الباب لقيت قدامها الشخص اللي كان معاهم في السيارة، اللي كان معرفها إنه مهندس. قال لها أنت رايحة فين؟ وفين الدكتور أحمد؟ فقالت له إن الدكتور أحمد داخل الشقة وهي خلصت شغلها وهترجع في وقت ثاني تكمل بقية الشغل. قالت له هذا الكلام وراحت لها. مشيت دخل هو الشقة وشاف المنظر قدامه. في نفس اليوم بالليل كانت الشرطة في بيت ريحانة وقبضت عليها. ريحانة راحت للقسم وبدأوا التحقيق معها، وهناك اعترفت بكل حاجة وقالت فعلا إن هي عملت هكذا لكن دفاعا عن شرفها وعرضها، لكنها تتفاجأ إنهما بيوجهوا لها تهمة القتل العمد بدافع السرقة. وفضلت التحقيقات شغالة وريحانة مصممة على أقوالها، وجهات التحقيق مصممة هي كمان على توجيه التهمة لها. وبدأت القضية تشتهر ويتضح الصدمة أن أحمد هذا لا هو دكتور ولا هو اسمه أحمد، هذا شخص شغال في الاستخبارات الإيرانية. الشرطة عينت لجنة من 7 محققين في القضية ويعتبرون الأفضل في إيران وقتها. المحققين هذول لما عاينوا الشقة لقوا أن كوبين العصير عليهم بصمات شخص واحد بس اللي هو القتيل. اكتشفوا أن كمان جسمه عليه آثار مقاومة، أبواب وأدراج الشقة ما فيش عليهم أي آثار اقتحام. في البداية كانت نتائج التحقيقات كانت سارية، وهذا علشان يتفادوا ضغط الإعلام، وكان من الواضح أنهما يبون يوجهون القضية في اتجاه معين. تقارير لجنة المحققين ال7 ما كانتش حاسمة بشكل كافي باستثناء 3 منهم كانوا متجاهلين من هو الضحية ومتجاهلين هو تبع أي جهة، وكانوا مصممين يكملوا التحقيقات بشكل مهني. المحققين دول تابعوا تحاليل المعمل الجنائي، وطلعت نتيجة تحليل العصير إن فيه واحدة منهم فيها مادة منومة. وبعد نتيجة التحاليل وبعد كل الأدلة اللي لقوها في الشقة يطلع تقرير من ال3 المحققين دول بيقول بشكل الحاسم أن الواقعة حصلت بعد محاولة اعتداء الضحية على ريحانة بنية مسبقة وإصرار وتخطيط، وأن الجريمة دفاعا عن النفس. وبعدما قدم ال3 المحققين دول كل التقارير التي تثبت كلامهم، تخيل إيش ردة فعل السلطات؟ تم الأمر بالقبض عليهم. الموضوع لما بدأ يتعرف بدأت تتدخل فيه منظمات حقوق إنسان، وبدأ يحصل ضغط داخلي وخارجي لحد ما يضطروا يفرجون عن ال3 المحققين دول. لما حسوا أن الموضوع بيكبر منهم قرروا أنهما يسارعون إجراءات محاكمة ريحانة بشكل أكبر، وفي أول جلسة يتحكم فيها على ريحانة بالإعدام بتهمة القتل بدافع السرقة. الخبر لما انتشر حرفيا الدنيا انقلبت على المستوى العالمي. منظمات حقوقية داخلية وخارجية قدمت طلبات بمحاكمة عادلة لريحانة. السلطات شافت الضغط هذا، غيرت القاضي اللي حكم عليها وجابوا قاضي ثاني. في خلال الفترة هذه كان بيتم مساومة ريحانة بكل الطرق سواء الشدة أو اللين علشان تعترف إن هي قتلته بدافع السرقة، في مقابل إن هي تأخذ حكم مخفف. لكن ريحانة بكل شجاعة كانت مصممة على كل حرف قالته دفاعا عن سمعتها وسمعة أهلها. في أول جلسة من إعادة المحاكمة القاضي الجديد أمر بالتأجيل، لكن كان من الواضح أن القاضي هذا عادل ومنصف علشان يتم الإطاحة به ويجيبوا قاضي ثالث، وكان من الواضح أنه تابع لهم. وفي أول جلسة سألها ليش قتلت المجني عليه؟ فقالت له كنت بدافع عن شرفي. قال لها هذا مش مبرر، فردت عليه لأنك بلا شرف. وفي نفس الجلسة يؤيد حكم الإعدام بشكل غير قابل للطعن أو الاستئناف، ومع إن كان فيه ضغط كبير داخلي وخارجي إلا أن السلطات تجاهلت كل الكلام هذا. ومحاكمة ريحانة استمرت من 2007 وتنفذ فيها حكم الإعدام سنة 2014، يعني 7 سنين شافت فيهم كل أنواع الضغط والتعذيب. وقبل ما ميعاد الإعدام يجي كانت تاركت رسالتها لوالدتها مع واحدة من السجينات، أتركها لكم في التعليقات. وفي صباح 25 أكتوبر تم تنفيذ حكم الإعدام على ريحانة جباري علشان تبقى قصة ريحانة جباري رمز أيقوني عالمي للدفاع عن الشرف والجسد، حتى لو هذا كان ثمن الدفاع حياتها، واشتهرت باسم شهيدة الشرف.
عملوا فيلم وثائقي فيه كل التفاصيل وأكثر، حكت فيها أمها وأبوها وبعض الشهود تفاصيل كل اللي حصل. إلينا هنا انتهت قصتنا لهذا اليوم، نلقاكم في قصة جديدة إن شاء الله. لا تنسوا متابعة الصفحة والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.